يتكلم بلسانه، لا. يعني كلنا اتفقنا أنه لابد أن يحمل الهم، لابد يكون عنده حرقة كما حمل سعد بن معاذ لما أسلم ذهب إلى قبيلته وجمعهم، قال ما هو قولكم فيه، يعني إيش رأيكم فيه؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا أميرنا وابن أمير. إيه ما يحتاج. قال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، خلاص ما أبغى سيادة ولا ريادة ولا إمارة ولا أبغى منكم شيء، أريد منكم فقط أن تدخلوا بالإسلام. هذا الهم اللي لابد أن نحمله. فإذا حملت الهم عندها شوف طاقتك، شوف ايش عندك، ايش تقدر تقدم لدين الله عز وجل، كله بحسب، كله بطاقته. وظف القدرات اللي عندك، وظف الطاقات اللي موجودة داخلك. أنت عندك طاقة تلقي كلمات ومحاضرات وخطب جمعة، وظف هذه الطاقة. أنت عندك مال وأعطاك الله عز وجل مال وخير عظيم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاك هذا المال، وظف هذا المال لنصرة دين الله عز وجل. عندك أعطاك الله عز وجل، يعني أنا أذكر من المواقف الجميلة الرائعة والنماذج المشرقة في شبابنا. ثانوية من الثانويات زرتها ألقي فيها كلمة، ثانوية اسمها بن عثيمين غفر الله ذنبه وقدس الله، استعداد 700 طالب. آخر رسالة قدمتها للشباب قلت أنت أحد رجلين، أنا وأنت أحد رجلين، يا إما أنك تحمل هم الإسلام أو أن الإسلام يحمل همك، فمن أنت؟ إذا قلت لي الإسلام يحمل همي ذنوب ومعاصي، ترك صلوات، حقوق آباء وأمهات، مخدرات ومسكرات، غفلة وبعد عن الله عز وجل، أقول لك يا الغالي إلى متى؟ إلى متى والإسلام يحمل همك؟ متى تقوم أنت فتحمل هم الإسلام؟ قلت هذه كلمات ما كنت أتوقع أنها يعني ستحدث هزة وتغير في حياة أحد. بعد اللقاء بعد الكلمة يجيني شاب اسمه عبد المجيد، لا أنسى عبد المجيد، الآن في ثانية جامعة ما شاء الله، وهو ذيك الأيام في ثانية ثانوي. جاني عبد المجيد يقول لي يا شيخ والله كلمتك تحمل هم الإسلام والإسلام يحمل همك، أنا فعلا الإسلام يحمل همي، أنا كنت وبال على الإسلام يا شيخ، الله أعطاني علم في الكمبيوتر ما أعطاه يمكن أستاذ في الجامعة في هذا التخصص، عندي علم عجيب في التصاميم في الشبكات في كل شيء. يقول لكني كنت يعني أخدم به الشر، أفتح مواقع وأمرر الشر وأرسل مقاطع وأفعل والآن بإذن الله عز وجل سأغير. قلت إيش بتسوي يا عبد المجيد؟ قال بحور، بس يعني بدل ما كنت أخدم الشر أبى أخدم الخير. الآن عبد المجيد في ثانية ما شاء الله يحمل هم لدين الله عز وجل، يزور المكاتب التعاونية يسوي لهم شبكات، يسوي تصاميم المحاضرات، يعني أصبح عنده هم وحرقة لدين الله عز وجل عجيبة. طاقته اللي عنده بس وظفها لخدمة دين الله عز وجل. يعني أنا أسأل اللي عنده أموال وخير من الله عز وجل عظيم، متى آخر مرة تصدقت؟ متى آخر مرة ذهبت إلى بيت فقراء أو مساكين وأعطيت وبذلت؟ متى آخر مرة مشروع من المشاريع الدعوية الجيدة الرائعة تحت منظومة مؤسسية ذهبت ودعمت وأعطيت؟ متى؟ ألا تحمل هم لدين الله عز وجل؟ ما استطعت أن تبلغ بلسانك ولا استطعت أن تبلغ بجهدك وطاقتك وسفراتك وراحتك وجياتك، والله اللي أعطاك هذا المال ليش ما تدعم؟ الله عز وجل أعطاك عقلية مثلا في فن من الفنون، في علم لذلك تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى الصحابة؟ وظف طاقاته، وظف الطاقات فقط. علي بن أبي طالب جاء له القول، معاذ لطلب العلم وأبو هريرة، خالد بن وليد للجهاد والجهاد في سبيل الله، وظف الطاقات وكل عرف طاقته وبدأ من هذه الطاقة ومن هذا الشيء يخدم بها دين الله عز وجل. لكن القضية كيف تحمل الهم وكيف ولا تشغل نفسك. بعض الناس لا، يعني أكثر الشباب والفتيات يقول لا أنا أبغى أصير زي الداعية، أبغى أصير زي الشيخ مثلا فلان من الناس، أبغى. لا، لست سويا، ما أنتم سوا. هو الله أعطى هذا الباب وفتح عليه في هذا الباب وفي هذا المجال، لكن أنت شوف إيش عندك داخلك، عندك شيء عظيم، عندك عملاق داخلك، لكن إيش هو؟ الموفق من اكتشف هذه الطاقة، من اكتشف هذا الخير اللي موجود عنده، من اكتشف هذا المخزون ثم من وظفه لخدمة دين الله عز وجل. والله أني أعرف امرأة يعني اتصلت بي وقالت عندي مبلغ من المال يعني أود أن أبني به مسجد. شوف صدقها مع الله عز وجل. وفي إحدى المدن الكبيرة وداخل هذا الحي وجدنا لها يعني أرض بنينا لها مسجد ب180,000. والله لو جيت تحسب ال180 كيف استطاعت أن تبني هذا المسجد تقول كيف، ما أدري، شيء يعني خارق للعادة. كيف كفت ال180 لهذا المسجد اللي ما شاء الله.